السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من سلسله اتعلم ازاي تتكلم، واللي بتناقش نطق الكلمات الصعبه اللي بتكون من اقتراح حضراتكم في الكومنتس تحت الفيديو. والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننطق كلمه فبراير، واللي كانت من اقتراح الاستاذ او الاستاذه دار سفر، واللي كان بيقول فيها اتمنى نطق كلمه فبراير. فاحنا النهارده هنلبي رغبه الاستاذ دار سفر وهنناقش ازاي ننطق كلمه فبراير. وعشان ننطق الكلمه دي بشكل صحيح لازم نعرف ان هي لها نطقين. النطق الاولاني واللي هو شائع الاستخدام ده بيحذف الار اللي في المقطع الثاني من الكلمه علشان النطق بيبقى اسهل، وده النطق اللي احنا هنناقشه في الفيديو ان شاء الله. ولكن النطق ده مش هتلاقيه في القاموس. النطق الثاني بقى واللي انت هتلاقيه في القاموس هتلاقيه بينطق حرف الار اللي في المقطع الثاني من الكلمه. ولكن عشان ما نتلخبطش احنا هنركز على النطق الاولاني وهنقوله بالامريكان والبريتش عشان نعرف ايه الفرق بين الاثنين. تعالوا بقى هنحاول ننطق الكلمه دي بالامريكان اكسنت الاول وبعدين هنقولها بالبريتش. هلاقي الشهر ده بيبدا بلتر اف، وعشان ننتج الصوت ده الاسنان العلويه بتلمس باطن الشفه السفليه وتطلع هواء من بقك كده، وبعدين الصوت الصوت ده مفتوح اللي هلاقيه في كلمات زي باد او تان او سات، صوت مفتوح، وبعدين لتر ب فتبقى كده فاب. وخلي بالكم الصوت الثاني يعني ده مفتوح، مش فب لا فاب. وده المقطع الاولاني من الكلمه. المقطع الثاني هو فاب يو. نيجي بقى للمقطع الثالث، ده المهم جدا. في الامريكان هنلاقي المقطع ده اطول من البريتش. ليه بقى؟ لان المقطع الثالث بيبدا بالصوت واللي احنا لسه قايلينه في كلمات زي باد او سات، وبعدين الساوند ار، وبعدين ساوند اي. فالمقطع الثالث هيبقى airy فيبقى فاب يو airy. فبالامريكان الكلمه على بعضها هتبقى كده February. وخلي بالنا انه المقطع الاولاني هو عليه ستريس، بمعنى انه المقطع الاولاني هو اقوى واوضح واطول في الفتره الزمنيه من المقطع الثاني والثالث. يعني نغمه الصوت بتنزل لتحت، بتبدا قويه وبتنزل لتحت. February. طيب لو جينا نتكلم بقى في نطق البريتش برضه بنفس الفكره، بيبدا ب letter F وبعدين صوت وبعدين البي فتبقى كده فب. وبعد كده المقطع الثاني يو، نفس الفكره زي الامريكان يو، ولكن هنا الفكره انه بعد يو في شوه، وطالما في شوه فالصوت هيبقى اقصر فيبقى ري. فعلى بعضها كده بالبريتش تبقى February. لكن بالامريكان February. طيب ليه بقى؟ لان احنا قلنا في الامريكان بعد اليو كان في الصوت ار فكان يدينا الصوت ده early، لكن هنا بعد اليو في شوا وار واي فتبقى February. طيب لو انت بقى متلخبط خلينا نقول انه الامريكان اطول والبريتش اقصر. في الامريكان هتقول February وفي البريتش هتبقى February. وخلي بال حضراتكم انه المقطع airy ده من المقاطع اللي بتميز الامريكان اكسنت عن البريتش. فهلاقيها مثلا في كلمات زي dictionary. بالامريكان هتبقى كده dictionary، وبالبريتش هتبقى dictionary. يبقى في الامريكان هطول وفي البريتش هقصر February، اما بقى البريتش February. دورك بقى انت تقوله. Yeah, right, you've got it. A great job. Keep it up. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ومنتظر حضراتكم تكتبوا لنا في الكومنتس كل الكلمات اللي صعبه في نطقها، واحنا ان شاء الله اكتر كلمه هيبقى عليها تصويت هي هتبقى موضوع الحلقه اللي جايه. واتمنى اكون ساعدتكم لو بجزء بسيط ان انا احسن الانجليش بتاعكم. Thank you for watching. Take care and don't forget comment, like, share. See you later.